طيب الاهلي دلوقتي بيرجعنا لعصر الستينات تاني. العصر اللي هو مفيش اخبار بتطلع، والاخبار كلها مصدرها واحد، عايز تكذب تكذب، مش عايز تقول مش عايز. لكن احنا النهارده في 2026 المعلومه بتوصل اسرع من الصوت. فتيجي حضرتك تقول لي انا مش هعلن عن قيمه الصفقه بكام. بص بقى الفجر، وحاطط شرط جزائي في العقد اللي بيمضيه مع النادي انه ما يقولش قيمه الصفقه بكام. ليه؟ وازاي النادي ده يوافق اصلا؟ ليه؟ يعني انت خايف من ايه للدرجه دي؟ يقول لك اصل الاعلان عن قيمه الصفقات بيمثل ضغط على اللاعب. والله بيمثل ضغط على اللاعب ده لو لاعب، لو صفقه عامله ضجه زي زيزو، فنلاقيه بياخد 100 مليون وبيقدم ضحك في الملعب، ده ضغط على اللاعب، انا معاك، وضغط على النادي انه اشترى اللعيب بالرقم ده وما خدش منه في الملعب. لكن جايب لعيب من المحله محدش عارفه. بذمتك حد من اللي بيتفرج على الفيديو ده عارفه محمود صالح؟ اسمه محمود صالح، حد عارفه؟ ولما جه الاهلي حد عارفه؟ ففين الضغط؟ ولا انت يعني خايف من ان انت يتقال عليك بتجيب صفقات ب 50 و60 مليون وبتركنها على الدكه وما استفدش منها حاجه ومش هيشمها طول السنه زي عمرو الجزار وزي، او هتجيب صفقات بملايين الدولارات زي تريزيجيه وبن رمضان وهتطلعها السنه الجايه ببلاش وتفسخ معاهم العقد، او بن رمضان اتباع بس برقم زهيد يعني وتخسر فيه. طب ما انت كده كده معاك فلوس، يعني ايه الجديد؟ انت طول عمرك بتعمل كده وعملت كده دلوقتي وهتعمل كده بعدين. ايه الجديد في يعني خايف من ايه؟ ولا اتحاد الكوره؟ ما هو ما انت ممكن، ما انت العقد اللي انت ماضيه ده مع اللعيب مع النادي بقيمه اللعيب هتوديه اتحاد الكوره، واتحاد الكوره ده مليان صحفيين بيسربوا وموظفين جوه اتحاد الكوره بياخدوا فلوس عشان يسربوا للصحفيين. فقيمه العقد هتتسرب، ولا انت كاتبه في العقد حاجه تانية غير اللي النادي واخدها؟ قول كده بقى، قول زي ما عملت في زيزو ومديله 100 مليون وكاتبه 5 عشان تتهرب بالضرايب. قول كده، انا معاك. في الاخر تقول ادفع اللي عليك يا نصاب يا زمالك يا مش عارف ايه. طب الزمالك ده متعثر وغلبان ومعهوش جنيه، انت بقى يا غني اللي عمال تصرف هنا وتصرف هنا، ادي البلد حقها، ادفع ضرايبك على الاقل. ما انت لو كاتبه بنفس القيمه في الاتحاد هتدفع ضرايبه، ولا انت كاتبه قد كده وتقول لي اصل الباقي من شركه الكوره؟ والله شركه الكوره؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ولما النادي يطلع يتكلم يتوقع عليه عقوبه انه اتكلم ويطلع فيه بند في العقد انه ما ينفعش يقول قيمه الصفقه. لعيب جاي من المحله ب 55 مليون، ماشي، ما هو دي الارقام اللي انت تدفعها عادي، ايه الغريب؟ فلما يتكلم يقول لك هناخد منك 7 مليون، وبعدين احنا شارين اقطاي من نادي انبي اللي هو بقى انبي شرقيه، وايمن الشرعي ده بيموت بقى انه يطلع في الاعلام يتكلم ويقول لك انا بعت ده وعملت ده وحاطط لهم بند يعمل كذا، ويطلع يتباهى بالبنود اللي حاططها في العقود كانه بقى يعني زي ما عمل في زياد كمال في الزمالك صفقه المجروحه، زي ما عمل مع انديه كتير. ايمن شاهين ده مش هيتكلم، ماشي، انت ماضي معاه عقد انه مش هيتكلم، مش هيسرب ما هو اسهل حاجه ان انا كنادي كاداره اسرب لاي صحفي، الصحفي هو اللي يتكلم يقول لك على عقده القاهره 24، على عقده الوطن، على عقده الصحفي الفلاني، على عقده الصحفي العلان، ويتكلم. والنادي ما اتكلمش، فالناس برضو تعرف الصفقه. فانت خايف من ايه قوي كده؟ واحنا فين اصلا؟